تعالوا نتكلم على ازاي نبتدي ناكل بادي بطريقه كويسه من غير هايبره. تعالوا نجيب الطبق ونشوف. احنا بنيجي نحاول نشم من كلب الطبق الاكل، بركز على موضوع الشم، ما بندوش، ما افضلش اقول له اكله عايز تاكل له وفود وهايبره، لا خالص، لان هو زي ما انتم شايفين هو مهايبر. بس انا بدور على افضل طريقه هو ياخد الاكل بيها. كل ده لو انا عمل وانا اديته الاكل يبقى انا بشجع البيهيفير ده او السلوك ده، انا مش عايز ده. كل اللي عليا اللي انا استنى. ششت. 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 حلو، ابتدى يقعد، بكافئ ده. هو ابتدى يفكر، لما نط ما خدش حاجه، لما قعد ابتدى ياخد. كل ما عود عقل الكلب اللي هو يستنى، هو ده يبتدي يجيب معايا نتيجه. لو انا اتسرعت واديته الاكل بسرعه ده غلط. عقل الكلب مهم قوي، حتى هو مايبر اللي هو يبتدي يستنى. بالتمرين هيبتدي كل ده عمال يستنى. اول كافيته على ثانيه، بعدين ثانيتين، بعدين 3 ثواني، 4 ثواني، 5 ثواني، ما بينطش على الطبق، ما بينطش عليا. وده اللي انا بكافئه بيه. شكرا.